ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. يا رب كلنا، يا رب ربنا يدينا خير اليوم ويكفينا شر اي حاجة وحشة تحصل لنا او تحصل لحد من احبابنا يا رب العالمين. اول حاجة كده، الفيديو بتاعي ده انا كنت عاملاه يعتبر من بالليل عشان المية بتقطع عندي طول النهار، مفيش عندي مية طول النهار بقالها فترة حوالي اسبوعين ثلاثة، نفس النظام، مفيش مية طول النهار نهائي، سرسوب كده. يا دوبك لو انا عرفت اطبخ بيه اعرف، عرفت ما عرفتش كمان ما فيش. ممكن لحد الساعة مثلا 9 كده وتبدأ بقى المية ان هي تيجي. فأي حاجة فيها غسيل، الغسالة اصلا مش بتشتغل طول النهار عندي. فأي حاجة فيها غسيل، فيها تنظيف، فيها حاجات من دي، بعملها بالليل. فاليوم ده كان يوم الجمعة وتاني يوم كمان كان اجازة وخلاص الولاد ناموا. فانا قلت اقوم بقى اشوف حاجات اللي انا عايزة اعملها، ولسه الجو حلو، عشان اما الجو يبدأ يبرد يكون كل حاجة عندي تمام مغسولة ونضيفة، على قد يا دوبك التلميعة الحلوة كده، ونفرش الفرشة بتاعت الشتاء، السجاد بقى والستاير وكل الكلام ده. انا بحط الستاير يا بنات في الدوره اللي هي شبه الفراشه دي، لو حد عنده الغساله دي او عنده البرامج دي. الدوره اللي هي شبه الفراشه دي بغسل عليها بغسل فيها قصدي الستاير. ولو عندي هدوم خروج انت خايفه عليها، بدل ما تغسليها على ايدك وكده، الدوره دي تحفه تحفه يا بنات، ما بتخليش يحصل لاي هدوم اي حاجه. العصر بتاعها عصر ناعم، يعني منها طلعتي الحاجه مش معصوره العصر ان هو مهلك بقى وكده ومتكرمش، لا، تمام. يعني انا لو انا بغسل بشطفهم بس وممكن كمان اعلقهم، يعني التنشيف بتاعهم بيبقى تنشيف حلو جدا، يعني لو انا علقتهم حتى من غير ما انشرهم هيبقوا ناشفين وحلوين جدا ومش متكرمشين نهائي. بس انا ايه، حبيت ان انا اغسل بقى كل حاجه كده مره واحده، وشيلت برضو المفارش طبعا والستاير ما فيهاش اي حاجه، الحمد لله مش متوسخه ولا بقع ولا كلام من ده خالص، ده شويه تراب. مكان بقى ما بنقعد نفتح في الحر وكده واحنا لسه مفتحين، فان شاء الله مش هفرش الوقت خالص يعني، باذن الله من غير ما اقطع عليك يا كريم. على اخر الشهر يعني اول ما الجو يبدا يبرد واحس ان الجو اللي هو ان نفتح بس نهوي ونقفل بس ونكن البيت، هفرشهم، لكن غير كده لا. رميت المفارش، بتاعه المفارش بتبقى محتاجه ايه، المعطر الجميل بتاعي ده بيخلي ريحه المفارش يا بنات روعه. معطر ده الاسود من سيكريت بتاع ماي وي، ده رهيب رهيب. انا عندي بصراحه من مده مش فاكره هو ثمنه كام، بس بجد يا بنات روعه. هو في منه الازرق وفي منه البامبا، وكل واحد له ريحه وما بحب الاثنين، يعني انا بحب الوقت التلاتة. الاسود ده كان ما كانش موجود الاثنين، قلت اجربه. بجد ريحته قويه، اقوى كمان من ريحه الاثنين التانيين، ريحته رهيبه رهيبه رهيبه. جربوه يا بنات وان شاء الله هيعجبكم، بجد جميل. وعلى فكره انا عملته منه بخاخه، ببخ بيها برضو، عملتها كمعطر جو وكده. شلت برضو الحافظه الفرو بتاعتي زي ما انتوا شفتوا، وحطيتها في البانيو كده بشويه برضو معطر بقى وبالسجل، وقعدت بقى ايه ادجدجها شويه برجلي دي. فاكرين ان احنا لما كنا بنجيب البطاطين زمان ونحطها في الطشت، نقعد اللي داخل واللي خارج يقعد يدب برجله، انا عملت بقى مع نفسي كده دبتين ثلاثه، هي برضو ايه مطربه بس ما فيهاش الحمد لله بقى ولا اي حاجه. وقلت كده بقى اعمل توست كده، واقعد الخمس دقايق اللي هو الهدوء بتوعي دول. انا بقيت يا ولاد بقى بخلي بعد ما الولاد يناموا وقت كده اقعد فيه، مش بعمل اي حاجه، مش بعمل اي حاجه. اقعد نص ساعه، اقعد ساعه، على حسب ما انا اكون فاضيه. المهم ان انا لازم اقعد مع نفسي، اقعد مع نفسي، مش بعمل حاجه، مش ورايا حاجه، مش بفكر في حاجه، اقعد مع نفسي بس تماما. فقلت بقى اقعد كده مع نفسي. ما كانش مع نفسي قوي، كانت لسه كتكوتي لسه صاحيه قاعده معايا، بس بتبقى هاديه لوحدها، يعني بكون لوحدها بتبقى هاديه. فكان قعدت معايا شويه ونامت، وانا كملت قعده الهدوء بقى كده مع نفسي. عقبال ما خلصت بقى التست بتاعي وقعدت قعده الهدوء بقى، كان خلاص عدى بتاع ساعه. المفارش شلتها صفيتها، والحافظه برضو شلتها صفيتها، وطلعت الستاير من الغساله زي ما قلت لكم، الحافظه نضيفه ما فيهاش حاجه، شويه تراب بس، وكمان عشان يبقى متعنه ريحتها حلوه. هي مفروشة في الصالون، والصالون محدش بيجي جنبه لأنه لجوه شوية. فرشت ايه قصدي، نشرت الستاير والمفارش. على فكرة انا استنيت لتاني يوم الصبح عشان افرشهم، عشان قصدي انشرهم، كانوا اتصفوا تماما يا دوبك هم 10 دقايق شلت كل ده. بس طبعا الحفظة قعدت شوية، يعني قعدت يوم على في البلكونة وكده عشان تتشمس، انا كنت حابة لها تتشمس وتاخد تحميصة حلوة كده عشان هتتعان. ما حبيتش بقى ان انا هرجع تاني المع معاكم الحاجات دي، احنا عملناها كلها مع بعض، كانت ده بقى خلاص، ده كان يوم التنظيفه الاسبوعيه بتاعتي. لمعت النجف التلميعه السريعه، ولمعت كل الشقه كده بالشاشوبه وشويه معطر بقى، والكلور بتاعنا يخلي ريحتي كده الشقه كده تهفهف كده من النظافه.
فما حبيتش ان انا بقى اشاركها معاكم لان خلاص عملناها مع بعض كتير، وكنت عاملاها مع بعض اصلا قريب. وشلت برضو الحاجة بتاعة المطبخ. طبعا احنا عاملين المطبخ مع بعض قبل الدراسة، فالمطبخ الحمد لله نضيف. وعلى مع تنظيفة بقى الشتا وكده هعيد عليه سريع كده. اهم حاجة بس الشفاط هو اللي بيبقى متوسخ شوية، وهيبقى كل حاجة تمام. وخلاص كده فرشت وبخيت المعطر كده التمام. بما ان بقى الدنيا كده متشاله والمفارش وكل حاجه، فبقى كله كده ايه فوطه كده تلميع سريع 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 سريع، واقوم تلميعه كده على السريع، واقوم فرشه الحاجات. لسه الشريط والورده دي انا هبطنهم كده على السريع بعدين يعني عشان هفرشهم تاني. نيجي بقى لفقره اللانش بوكس بتاعت الامهات الجمال. قلت اعمل شويه مخبوزات للولاد. اللي جبت 4 كوبايات من الدقيق، عليهم نص كوبايه من الميه، ونص كوبايه من اللبن، ومقلعتين خميره، ومقلعتين سكر، وبياض بيضه، ورشه من الملح، والخل، مقلعه كده من الخل. انا ما حطيتش البيضه كلها، انا حطيت بياض البيضه بس ماشي. ولميت كده العجينه بتاعتنا، وسبت الصفار عشان هدهن بيه الوش بس. ان شاء الله لو اما اجي اعملها مره تانية هحط البيضه كلها وابقى ادهن الوش باي حاجه. عشان برضو الناس اللي ما بتحبش اصلا البيض وكده، هقول لكم انا عملت ايه. ما كان لهاش ريحه ولا اي حاجه. وسبتها كده تخمر حوالي نص ساعه. لسه الجو حلو فالحاجات يعني بتخمر بسهوله. وكمان الميه، نص كوبايه الميه اللي حاطينها دي نص كوبايه ميه دافيه، فبتسرع تخمير العجينه. وعملتهم بالظبط 8 كور عشان كل كورتين هيتحطوا مع بعض. احنا فرش احنا قصدي خلاص فرشنا ايه، فردنا اول كوره اهو. تمام. فردتها اللي هو لدرجه ان هي تبقى يعني ايه شفافه كده كمان. وبعدين شلتها وهفرد بقى التانية اهو. بفردها بقى، بتفردها بقى بنشابة، بتفردها بايدك المهم تكون يعني ايه سمكها رقيق. وقمت دهنتها كده بفرشة مدهونة زبدة ممكن. بس الزبدة بصراحة احسن حاجة بتورق يعني. مش هقول لكم اعملوا بقى باي حاجة تانية، لا بتورق وبتدي طعم حلو فزبدة. وحطيت عليها الكرة التانية وفردتهم الاتنين كده مع بعض. وبدأت ان انا احشي. زي ما انتم شايفين كده انا جبت واحدة كده من القاعدة اللي هي الكبيرة بتاعة المثلث، وقمت لفتها. هتتلاقوا واحدة تانية لفتها من الراس اللي هو من راس المثلث كده من فوق. الاتنين ادوا معايا نفس النتيجة يعني. هما تليفون كده تحسوهم ان هما شبه الفريسك. بتحشي باي حشوة انت عايزاها. بس انا بالنسبه لي اي حاجه بقى لللانش بوكس فهي دوبك جبنه يعني. جبنه نستل اي جبن عندي ده لللانش بوكس. انا ما بحبش يا بنات احط في اللانش بوكس اي حاجه خالص غير حاجات من دي. هقول لكم انا حطيت فانيليا سايله وقلبتها بصراحه ادت ريحه حلوه وما خلتش فيه ريحه لصفار البيض. وانت مش عايز مش حابه ان انت تعملي كده ادهنيها وشها بزبده وخلاص. يعني لو انت مش حابه حكايه البيضه دي وحط البيضه كلها بقى بخيرها كده في قلب العجينه. باقول لكم يا بنات انا ما باحبش احط في اللانش بوكس بتاع الولاد اي حاجه اللي هو يعني خيار فواكه مش عارفه ايه حاجات من دي. لا الحاجات دي ياكلوها في البيت. المدرسه كده هم بيروحوا ساعتين 3 مثلا حتى 4 ساعات، ياكلوا حاجه خفيفه كده يعني مخبوزات. هم اصلا متعودين على كده يعني ما بيحبوش غير المخبوزات. لو بسكوت اي حاجه انا عاملاها غير كده ما بياخدوش معاهم. دخلتها في الفرن. بس عايزه اقول لكم بعد ما انا شكلتها سبتها تخمر تاني عشان تهشهش كده بتبقى قمر. ودخلتها في الفرن على درجه حراره 200 من تحت ومن فوق. شايفين بقى البيض هو اللي مخلي لها اللمعه الجميله دي. والفانيليا منعت ريحه زفاره البيض في نفس الوقت. مش باينه بقى اللي هي مخبوزات مثلا حلوه، لا مش باينه غير ان هي شالت بس زفاره البيض وادت اللمعه الجميله دي. وادت اللون الحلو ده للمخبوزات. المخبوزات كانت طريه وهشه، كانت بصراحه جميله، طريقه حلوه. اول مره اجربها ويا ريت انتوا كمان تجربوها بجد عجبتني. مع السلامه.